النهائي الحلم بين سيدة إيطاليا وملوك أوروبا. طريق طويل قطعه الفريقان للوصول إلى الميلينيوم ستاديوم في كارديف من أجل معانقة اللقب الأغلى في القارة العجوز. الملكي الأكثر تتويجا بدوري الأبطال يسعى ليصبح النادي الوحيد الذي يتوج به مرتين على التوالي في مسماه الجديد، بينما يوفنتوس يبحث عن اللقب الذي غاب عنه لأكثر من 20 عاما. قبل الوصول لساعة الصفر الكل تحدث عن العديد من الأرقام والعديد من الصدف التي ترشح طرفا على حساب الآخر، لكن مع انطلاق اللقاء صمتت كل الأرقام وبدأ حديث كرة القدم التي ستمنح اللقب لمن يعطيها أكثر. لم تتأخر الإثارة في الحضور في الدقيقة الرابعة بتسديدة من إيغوايين تعامل معها نافاس بنجاح، وكرر ميراليم بيانيتش المحاولة بعد دقيقتين، لكن الكوستاريكي تألق بإبعاد الكرة. ولم يستغرق الملكي سوى 20 دقيقة للتأكيد على خبرته الأوروبية عندما نجح الدون البرتغالي بترجمة تمريرة كارفخال إلى أول أهداف الميرينجي ليسجل الهدف رقم 500 لريال مدريد في دوري الأبطال. لكن سيدة إيطاليا لا تعرف الاستسلام، ونجحت بمعادلة النتيجة بعد 7 دقائق بهدف رائع من مانزوكيتش. وفي الدقيقة 54 حاول الكرواتي مودريتش مضاعفة النتيجة بتسديدة بعيدة، لكن بوفون تعامل معها بنجاح. واشتعلت مدرجات ميلينيوم ستاديوم في الدقيقة 61 بعد نجاح البرازيلي كاسيميرو في إعادة التقدم لأبناء مدريد. وقبل أن يستعيد يوفنتوس توازنه جاء الدور على CR7 ليؤكد على أحقية الريال باللقب الثاني عشر بتسجيله الهدف الثالث لملوك أوروبا، قبل أن يختتم البديل أسينسيو رباعية الميرينجي ليؤكد ريال مدريد أنه سيد أوروبا المطلق. يرفع كأس دوري الأبطال للمرة رقم 12. يصنع التاريخ ويتوج بالكأس 12 في تاريخه. من كارديف مراسل الجزيرة